تعالوا نعمل مع بعض الحلاوة الطحينية في البيت. أيوة، الحلاوة في البيت، وهي سهلة جدا. ازيكم الأول، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة وفي أحسن حال. احنا بنجيب مقادير متساوية من الطحينة، واحنا عملنا قبل كده الطحينة مع بعض، وهسيب لكم هنا في البطاقة فوق في الفيديو طريقة عمل الطحينة. هنجيب بقى مقدار من الطحينة قد مقدار من السكر قد مقدار من اللبن البودرة، وهنقلبهم التلاتة مع بعض. قلب 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 و... ونخلطهم كلهم مع بعض. طبعا الطبق كان صغير، فقلبت بقى كله في الطبق الكبير، وهحاول ان انا ادمجهم كلهم مع بعض كويس قوي يعني. بس تمام، هو حسيت ان الموضوع بالمعلقة يعني ممل شوية، فاستخدمت ايديا بقى. استخدموا ايديكوا، البسوا جلافز، انتوا حرين. المهم يعني، فهحاول بقى ان انا اخليهم يندمجوا كويس مع بعض. في هنا حاجة، السكر البودرة لو هو ناعم قوي 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 هيديكم بالظبط بالظبط نفس تيست الحلاوة الطحينية اللي هي جاية جاهزة، وهتنبهروا اصلا بالطعم. يعني انا لغاية لما عملتها وانا مش متخيلة انها تبقى نفس الطعم بالظبط، بس لقيت ان هي نفس الطعم واحلى، وداخلة كده على طعم الحلاوة الطحينية لما يكون محطوط عليها قشطة كمان. هنا لقيتها مرملة شوية، يعني مش متماسكة كفاية. فاعمل ايه؟ كنت مزودة عليها طحينة. فلما زودت عليها طحينة تاني لقيتها بقى ابتدت ان هي تتماسك كويس معايا، واللي هي تقدر تتشكل بالايد. بمعنى ان انا لو مسكت جزء منها كده وقمطت عليه يعني كويس، هلاقي ان هو زي كده متماسك معايا. بس تمام. فانا لما احطها في علبة واضغط عليها هتطلع معايا تمام زي الفل، نفس الحلاوة اللي احنا بنجيبها، وبالعكس كمان طعم احلى واطعم. يعني من اول السمسم لما حمصناه في الطحينة واحنا اللي عاملين بايدينا حاجة نظيفة. يعني غير بقى طبعا ان الحاجة بقت غالية والكلام ده كله. المهم بنحطها في العلبة ونكبسها كويس قوي، بحيث ان هي تديني نفس القوام ونفس الشكل والطعم بتاع الحلاوة الطحينية الجاهزة. بس كده. هنحطها في التلاجة ونطلعها بعد شوية، نقطعها او ما نقطعهاش براحتنا. والف هنا وشفا. دي قناتي انا دينا الشناوي، تابعوني وان شاء الله باذن الله تستفادوا حاجات حلوة، واعمل لكم حاجات كتير كويسة. وعايزة اقول لكم على حاجة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لما نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ربنا بيغفر خطايانا ولو كانت مثل زبد